السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد وجولة جديدة من جولاتنا جولات اسكندرانية. النهاردة قررنا نتمشى ونعمل جولة جميلة على البحر زي ما احنا شايفين. منظر جميل، أجواء جميلة، الشمس طبعا ودفاء في منتهى الجمال. جو الواحد بيستنس فرصة ان الجو جميل. بصوا كأنه صيف. احنا دلوقتي عند فندق الفور سيزون، هنمشي مع بعض لغاية سيدي بشر ميامي ونكمل جولتنا. حبايبي المتابعين، قبل ما نبدأ جولتنا الجميلة وطبعا والسكة واقفة لسه ما كملناش الجولة، يا ريت ما تنسوش اللايك، حطوه دلوقتي وده دعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية. واللي جديد معانا واول مره يشوفنا اهلا وسهلا ونورتنا، وما تخرجش الا ما تشترك معانا في قناتنا جولات اسكندرانيه. دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جوله جديده احنا بنعملها في جولات اسكندرانيه. جولات اسكندرانيه هي دليل اسكندريه. زي ما احنا ماشيين وشايفين جولتنا النهارده جميله. طبعا فنادق اسكندرية الجميلة، فندق القوات المسلحة داخلين عليه 26 يوليو في منتهى الجمال. فندق جميل طبعا، وقاعة أفراح زي ما احنا شايفين. بصوا ادي الفندق، ادي الفندق من فوق اهو، من تحت ودي قاعة الأفراح الجديدة. طبعا عمارة الجوهرة معروفة، قصر الجوهرة. بصوا الجو في منتهى الجمال كأنه صيف. طبعا بنمشي شوية والسكة بتقف شوية، هنعرف ليه، في ايه السكة بتقف ليه. مع ان الجو جميل، الشارع مفهوش اي حاجة، مفيش اي اعطال ولا اي حاجة، بس السكة بتقف ليه بقى هنعرف. طبعا هنا الكافيهات على البحر، او مطعم طبعا ابو شقرة وحلواني كلاسيك، كل ده على البحر. طبعا احنا من اتجاه البحر، احنا من الاتجاه التاني اللي نازل على المنظرة وسيدي بشر وابو قير والعصفرة وميامي. الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه اتجاه البحر ده اللي بيبقى نازل على البلد. بصوا السكة بتمشي واحدة واحدة. ايه السبب، ايه الموضوع، هنعرف مع بعض. حبايبي المتابعين خليكم معانا، جولتنا جميلة وكل اللي جداد معانا منورينا في جولات اسكندرانية. بصوا السكة بتمشي واحدة واحدة. في ايه هنا في عطلة، ايه سببها هنشوف. اكيد في حاجة، السكة ما بتقفش كده إلا لما بيبقى في حاجة. هنشوف ايه هي الحاجة. خليكم معانا. بصوا العربيات كتير بتمشي خطوة خطوة زي ما احنا شايفين. بصوا ايه يا ترى، ايه اللي حاصل، ايه اللي موقف السكة مع ان الطريق كان فاضي ورا، في ايه. طبعا هنا مطعم ابو شقرة، واحنا عاملين جولة في القناة لو حد حابب يشوف مطعم ابو شقرة من جوه، من الداخل ومن الاكل. بس بصراحة كانت تجربة مش حلوة، وياريت تشوفوا الفيديو عشان تعرفوا الأكل والأسعار. هتلاقوا تجربة مطعم أبو شقرة في القناة، دوروا في الفيديوهات هتلاقوا. العطلة بقى من هنا، هنا شارع شعراوي. بصوا العربيات بتخش شارع شعراوي طبعا مقفول جدا، هو اللي بيعطل السكة. خلاص السكة فتحت واحنا ماشيين. داخلين فين بقى؟ داخلين على فندق طبعا المحروسة، فندق المحروسة للقوات المسلحة. ادي حلواني كلاسيك. هنشوف فندق المحروسة مع بعض. بصوا وهنا لابوار طبعا معروف، وهنا بلبن. وادي بقى فندق، دخلت فندق المحروسة. بصوا الواجهة بتاعته على شكل سفينة، طبعا هو تابع للقوات البحرية.
في كافتريات تحت ممكن حد يقعد فيها طبعا، زي ما تحبوا. هنا بقى مساكن الضباط سيدي بشر، وصلنا سيدي بشر. بصوا مساكن الضباط واخدة مساحة كبيرة، طبعا فيها شقق للإيجار، شقق للبيع، ناس ساكنة. وهنا كافيتيريا نينا معروفة، دخلت خالد بن الوليد من أوله. هنخش الشارع، بصوا كده داخلين على خالد بن الوليد والعيسوي زي ما احنا شايفين. بصوا المنظر والجو في منتهى الجمال. جولة يعني تمشوا كده بصراحة الجو كأنه صيف، في منتهى الجمال. يوم نادر من أيام الشتاء طبعا، ولا أمطار ولا غيامة، جو جميل هادي جميل. بصوا الفاكهة على العربيات. هنا أول أحمد حسنين فاتح فرع لسه. الفاكهة هنا أول خالد بن الوليد، وآخره بيخش على محمد نجيب طبعا زي ما احنا شايفين. جزارة اللؤلؤة معروفة، أول خالد بن الوليد برضو. بصوا هنا بقى في قهوة قديمة أثرية معروفة من زمان أهي. القهوة دي عمر تاني. العروبة معروفة القهوة دي جدا وقديمة جدا. بص الفواكه والخضار حاجة جميلة، مناظر جميلة. حاجة الفاكهة اللي من دول جميلة جدا وطازة. طبعا الجوافة والبرتقان والسفنجي والموز والتفاح جميل جدا ورخيص مش غالي زي ما احنا شايفين. بص الشوارع والجو جميل جدا. حبايبي المتابعين، دي كانت جولتنا النهاردة، جولة جميلة، جولة خفيفة، جولة مشرقة. ويا ريت ما تنسوش اللايك، وده مش هتخسروا حاجة لما تحطوا اللايك، وده دعمكم للقناة عشان تستمر وننقل لكم كل أجواء اسكندرية. وحبايبي المتابعين واللي أول مرة يشوفونا ويتابعونا لأول مرة، أهلا وسهلا بيكم. ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جولة جديدة احنا بنعملها في جولات اسكندرانية. جولات اسكندرانية هي دليل اسكندرية. وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.